وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله. أهلا بحضرتك. انا تحت امرك. ده أنت على راسي. الله يرضيك يا بنت، من فضلك اتفضلي. اتكلم ولا استنى شويه؟ لا اتكلمي زي ما أنت عايزة. عينيا يا بنت، انا قاعده ومنتظره حضرتك. اتفضلي، احنا سامعينك، أنت معانا على الهوا. طيب يا حبيبتي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله من وبركاته. فضلك، اول مره اتكلم في التلفزيون. على مهلك خالص، وأنت نورتينا. الله يرضيك. اتفضلي. يبارك فيكم. انا اول مره اتكلم ومعايا خمس ولدين و3 بنات. البنات مش راضيين، واحده مش هنا، بره، مش قاعده في مصر، وبقى معاملتها كويسه شويه. و2 معايا هنا في مصر، واحده في المنصورة وواحدة معايا في الحلمية. ما دول قاطعين الكلام معايا، قليل قوي اللي في الحلمية لو ردت على التليفون كمان. يعني انت اللي بتتصلي بيها وهي مش بترد كمان. بيوحشوني يا حبيبتي، بيوحشوني حجني يا حبيبتي. فأنا بطلبهم اللي في الحلمية ترد فين، واللي في المنصورة دي برضو ما تردش خالص، الا كل يمكن 2 3 ترد مرة، وانا مش عارفة انا عملت فيهم ايه. حضرتك مين عايش معاكي؟ طيب معايا، انا قاعدة مع ربنا، ليا ولدين، اروح اقعد عند ده اسبوع واروح اقعد عند ده اسبوع، لكن نفسانيتهم برضه يقولوا اخواتنا حق معانا، يشيلوكي معانا وكده. انا دلوقتي انت عندك كم سنه يا حاجه؟ 8. عندي 87. الله، ربي يديك الصحه. يعني انا قربت اقفل 100 سنه، ولا يعني انا عندي 78 سنة. 88 والله، هو اللي قال لي فكرت. 88. ربنا يديك الصحة. وقاعدة في الدور الرابع، ما معيش الا ربنا. أحسن من الكل. عشان كده مرة جهت الأسعاف الجيران لما اترميت في الحمام، يا حبيبي، جت الجيران بالإسعاف وخدوني المستشفى. ودلوقتي انا اتحايل عليهم كل فين وفين، لما الاقي تليفون انا اللي اطلبه يردوا عليا، اترجاهم ما يسيبونيش، بياخدوني او يجوني، مش راضيين. انا عاوزه، انا ما عملت، مش هقول على نفسي ما عملتش حاجه وحشه مع ربنا، وربنا ما مفتكرني بإن ما قطع ولادي وولادي اللي قطعني، وأنا مش عارفة أتصرف إزاي. الوحدة هتموتني يا حبيبتي، وبيغمى عليا. أيوة يا حبيبة قلبي، أعمل إيه يا ضنايا؟ اترجيت ناس يجيبوا لي المكالمة، اترجيتهم يجيبوني أكلم حضرتك. اعمل ايه يا ضنايا؟ الله، ده انا اجيلك انت وتقولي لي والله العظيم احنا هنجيلك كلنا. هنجيلك احنا والله. الله يرضيك، احنا هنجيلك كلنا. الكلام الجميل ده. الله يرضيك ويسترها معاكم. وادعي لنا الله ما يخيب لكم رجا، قفلوا على نفسهم ويصلح لكم احوالكم، باب رحمه كبير قوي. مانيش عارفه اعمل ايه. يا حاجه امينه، ادعي لهم. نعم، ادعي لهم بالهدايه يا حاجه. وادعي لنا من عينيا يا حبايب قلبي، بقى تقفوا معايا وتشيلوني. ده انت اللي تقفي معانا، وانت اللي تدعي لنا، وتفكوا كربي، وانت ربنا معاكي الله ان شاء الله. وهم اللي محتاجينك على فكره، مش انت اللي محتاجاهم. ما بيقولوش كده، انت اللي هم اللي محتاجينك. لا حول ولا قوه. ده بيقولوا لي ان ربنا اصبري، ما هو ربنا بيعمل، يعني بيعمل فيا كده ولا ايه؟ لا إله. علشان خاطر انا مش عارفه
اروح فين؟ قلت اروح دار المسنين، ما قدرت. قلت اروح الجامع، اسال في الجوامع، في كورونا ما حدش يدخلني. اروح لمين؟ 5 اولاد. اسين اسى جامد عليا. ياه، ايه ده؟ ايوه يا لا خالتي. حول ولا حاجة أمينة أنت ساكنة فين؟ انا ساكنه في حلميه الزيتون، بس دلوقتي انا عند ابني اللي بقول لحضرتك، بقعد عنده اسبوع، طيب 10 ايام. تروحي وانا عند كمان ابنك التاني. من دقت ابقى عاوزه اغير، مثلا افك كربي، اروح عند ابني التاني. ما مش عارفه اعملهم ازاي. يا ترى ده غضب من ربنا عليا؟ لا يا وان كنت غضبانه اطلبولي من الله يسامحني. وكنت انا غضبان عليا ربي. هو كبير وصاحب العفو والمغفرة، يغفر لي ذنوبي لو انه هو عالم بالذنوب وغيره ما يعلم. طب ما تعيطيش والنبي، لا طبعا. ما تعيطيش. طيب ما تعيطيش. الله يرضيك يا بنتي. طيب يا ضنايا، انا تحت امرك. احنا اللي تحت امرك، وانتي على راسنا كلنا، وكلنا الله هنجيلك. يستر. الله يسترها معاكي في الدنيا وفي الاخره. امين يا رب، امين خلاص يا يا رب. حبيبتي، انا ما ما بعرفش اتكلم. ما تقفليش، انتي كلامك كله جميل، كلامك الله كله جميل. الله يكرمك. الله ما تقفليش الخط وخليكي معانا، عشان هياخدوا رقم حضرتك وهياخدوا العنوان.